مساء الخير. استنى. استنى، في ايه يا بنتي؟ كل شوية تهدى وامشي ويعملوا دوش ويتخانقوا من جديد. اهو هديوا. ازيك بقى؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبي. لا وعلى ايه، خليكي متابعة الخناقة احسن يفوتك مشهد. ولا في اعلانات دلوقتي؟ اصلك انت مش عارف اللي حصل. انا فضلت مركزة معاهم لحد ما تقريبا عرفت كل التفاصيل. عارف، بفكر اروح اقول لهم الحل عشان يخلصوا الخناقة دي. عامله لي فيها اجاثا كريستي. ايه اللي حصل؟ بتتريق؟ طب انت عارف ان فعلا جدتي كانت بتقولي كده وانا صغيرة؟ ما كانش يهدالي بال الا ما احل المشاكل واجيب اخر الموضوع. طب ايه رأيك ان انا كان اسمي شيرلوك هولمز؟ يعني احنا واحد؟ لا 2 طبعا. مال ده بده. هولمز دي شخصية روايات آرثر كونان الكاتب، زي ما أجاثا كريستي هي المؤلفة. عامة الظاهر مجمع اللي موفق، بقينا عيلة بوليسية. يبقى ماتش النهارده بين الاتنين، وهو الاتنين من بلد واحدة. لا مش بلد واحدة، هو اسكتلندي وهي انجليزية. يا سيدي اقصد الاتنين من بريطانيا، وبينهم مش فرق كبير في الاجيال، يعني عاشوا نفس الاحداث نوعا ما ونفس الحقبة التاريخية. حلوة حقبة دي؟ لا مش حلو ومش صح، عشان هو عايش من 1859 ل 1930 وهي من 1890 ل 1976، يعني هو اكبر منها ب 30 سنة، فتعلمت منه برضه. ها تعلمي مني. ها يوه، دايما انا اللي غلطانة. على العموم يلا تعالى نشوف مين هيكسب. ماشي، بس قبل ما نشوف مين هيكسب، معلش يا جماعه عندنا مشكله كده صغيره في زرار اللايك، عايزين نشوفه شغال ولا لا. شوفوا الموضوع ده، والسبسكرايب برضو، والجرس ما كانش بيرن، فانزلوا شوفوا الجرس بيرن ولا لا. فعلوا الجرس، دوسوا سبسكرايب ودوسوا لايك، واكتبوا لنا في الكومنتات يا ترى مين اللي هيكسب. أجاثا كريستي كتبت ألغاز ممتازة مع جرائم مفاجأة، وبالعقل كده واحدة واحدة وبيوصلوا للحل. بتمسك الشخصيات واحد ورا التاني لحد ما تلاقي الجاني، وعادة بتختار الحل اللي ما كانش واضح للقراء. عيبها إن كتير من الشخصيات مرسومة بشكل سطحي نوعا ما، فالقارئ بيتشد للأحداث وعاوز يعرف مين الفاعل أكتر ما بيهتم برسمها للشخصية ودوافعها. قصص وكتب آرثر كونان دويل، سلسلة شيرلوك هولمز، قصص مغامرات مليانة حركة وإثارة، والوصف مرسوم حلو قوي. الناس حبوا هولمز ومساعده واتسون وتعلقوا بيهم فوق 100 سنة. ألغاز حقيقية فيها اكتشافات ذكية قوي، بيخبي الدليل عن القارئ أو يديله دليل وهمي يفكر فيه، بس ما يقولش هولمز الدليل اللي بيطلع بيه في الآخر. وبيركز دويل على حل الجريمة من خلال الاستنتاج. أظن نقطة لهولمز، طبعاً مقصود السير آرثر كونان دويل. 1-0. طريقة السرد. بتدور روايات كريستي حوالين من الجاني. فاكر أنا المسلسل ده كان بيجي على الراديو بيقول بصوت أجش كده، من القاتل. أيوة هو ده. فدايما بنلاقي إن في صيغة أعمالها أساساً إن بتحصل جريمة قتل، وجميع الشخصيات في المؤامرة أو معظمهم من الأشخاص المحيطين بالضحية، كلهم مشتبه فيهم وكل واحد له سره، والأسرار دي كأنها مترتبة عشان تلخبطنا وإحنا بنقرأ. وبتطلع قصص كريستي بطريقة مختلفة تماماً عن بعضها، لأن الرؤية والترتيبات متنوعة ومختلفة. وكمان كريستي استخدمت أنواع مختلفة من طرق السرد في رواياتها، يعني كانت في مجموعة مثلاً بتعتمد على السرد الكلي للحكاية، وشوية تستخدم هاستينغز كراوي للأحداث، وشوية من قصصها سرد الشخص نفسه. كريستي قدمت عدد من المحققين زي هيراكل بوارو، الأنسة ماربل، تومي توبنز. بوارو أهمهم، وطلع في أكتر من 25 كتاب ليها. واو. أما دويل في الغالب بيبتدي القصة من زيارة عميل عاجز ومرتبك من عند المحقق شيرلوك هولمز في عنوانه 221 بي في شارع بيكر، وبيحكي كل حاجة بقى من خلال واتسون، باستثناء كم مرة شيرلوك هولمز هو نفسه الراوي. والقارئ بيبقى مستمتع يعرف إزاي هولمز هيعرف القاتل، مش بس مين القاتل. وده بيتبلور قوي في شرح هولمز للأحداث لمساعده واتسون اللي زي القارئ. مش فاهم حاجة. طب يعني مش فاهمة قصدك، مين فيهم ياخد النقطة دلوقتي؟ النقطة لكريستي طبعاً، اللي نوعت أبطالها وطريقة عرضها أو سردها، وده لأن دويل عمل شيرلوك هو المحقق الوحيد في رواياته وقصصه. ولما بدأت سلسلة جديدة تصور شخصية جديدة، البروفيسور تشالنج، ما أخدش السكسي بتاع هولمز. خلاص أوكي، تبقى النتيجة 1-1.
الواقعية. روايات كريستي بتستخدم علم النفس بشكل قوي جدا. المحقق عند كريستي غالبا بيقعد على الكرسي وأخذ يفكر ويفكر بقى using the little gray cells زي ما بوارو بيقول، ولحد ما يحل عشان يكشف اللغز بدل الفرهدة في الجري ورا الدليل. فكده المحققين بتوعها بيستخدموا علم النفس عن حق، زي ما أنا قاعدة كده حلل خنات الجيران. طيب اديكي قلتي قصص شيرلوك بقى اكثر واقعيه ومش دراميه قوي زي قصص كريستي. شيرلوك بيشتغل بجد عشان يلاقي الادله وبيحبش القصه كده بشويه دراما، مفيش مانع. الاتنين رواياتهم ليها مصداقيه منطقيه، لكن قصص شيرلوك قريبه من الحياه لانها مش بس بتصور جريمه القتل، كمان بيعرض قضايا انسانيه بسيطه محيطه بالجريمه. نقطه لهولمز. 2-1. التشويق. الحقيقة أعمال كريستي أكثر جاذبية بسبب عنصر التشويق المتزايد. بتفضل تعلي علينا لحد الحبكة، وهوب تكشف المستور، فتحس إنه أيوة بقى كريستي حلتها. قصة خيالية بس لا يمكن تفشل أبداً في إنها ترفه عن قراءها. أنت عارف إنها عاشت 86 سنة، كتبت فيهم 66 رواية و14 مجموعة قصص قصيرة، وإنها باعت أكتر من 1,000,000 نسخة من كتبها اللي اترجمت لأكتر من 100 لغة. آرثر دويل عاش 71 سنة، كتب فيهم فوق 200 حاجة، منهم 56 قصة قصيرة و4 روايات لشيرلوك هولمز لوحده. فشيرلوك هولمز كمان مشوق جدا، وخصوصا في الأحداث المحيطة بالجرائم اللي بيحلها، ويفضل مخليكي تفكيرك معاه هو هيوصل ازاي للحل. لكن في الحقيقة ان النقطة لكريستي عشان الهوب بتاعتك دي، طبعا أقصد طريقتها في الحبكة والكشف بتاع المستور، بتبقى النتيجة 2-2. الشهرة. وانتي بتقري شيرلوك بننسى المؤلف دويل خالص، وكل تركيزك رايح على شيرلوك لحد ما نحس انه بقى واحد حقيقي ومش شخصية خيالية. لكن كريستي بتخلينا نحس إنها اللي شايلة الليلة، مش بوارو ولا ماربل. عشان كده سموها هي ملكة الجريمة ومش شخصياتها. فبكده اتفوقت أجاثا كريستي على شخصياتها، واتفوق شيرلوك هولمز وهو اللي اتشهر أكتر من دويل نفسه. في الحالتين الاتنين متعونا بمجموعة من القصص البوليسية الممتازة بنستمتع بيها للنهاردة. نقطة لكريستي اللي اسمها محفور في عالم القصص البوليسية أكتر من دويل. الناس فاكرة البطل بتاعه وما تعرفش اسمه هو. يبقى نقفل الماتش 3-2 لكريستي، وقولوا لنا في التعليقات صوتكم لمين، وإذا كنتوا عارفين مين مؤلف شيرلوك هولمز ولا دي معلومة جديدة. هيظهر قدامك على الشاشة 2 من أكتر الماتشات إثارة. Enjoy!